ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، برنامج قضايا إريتريا في شبكة سلام الإريترية. نحييكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة لخيري القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد عبد الله محمد الجبرتي، الداعية المعروف شيخنا وتاج راسنا. وكما أرحب بكم مجددا أيضا، وأرحب بمشاركاتكم واستفساراتكم على وسائل التواصل الاجتماعي للقناة وعلى الرقم المذكور في الشاشة أمامكم 044 79 47 83 14 17. أهلا وسهلا بكم. حلقتنا اليوم سنتحدث عن التقاليد والعادات في بلادنا إريتريا، وقبل ذلك سندخل حول مفهوم العادات، مفهوم العادات الجائزة وغير الجائزة، وما هي العادات التي نأخذها من نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى مشاهدي الأكارم من الإخوة والأخوات على شريف علمكم أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا الكتاب وأرسل إلينا الرسول وارتضى لنا الإسلام دينا، وأمرنا أن نكون محيانا ومماتنا لله رب العالمين، فتكون الحياة كلها بأعمالها وواجباتها وخيراتها ولأوائها كلها لله سبحانه وتعالى وعلى مراد الله عز وجل. وكذلك يعني فيما يتعلق أيضا بأفراحنا وأحزاننا، وكذلك حتى موتنا يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. حول هذا سنناقش إن شاء الله في مدة 50 دقيقة مع شيخنا الشيخ محمد عبد الله. أولا نرحب بشيخنا. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل. الله يحييك، مرحبا بك يا شيخ برهان، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والرشاد، وأن يوفقنا لتقديم ما هو مفيد للشعب الإريتري العظيم. مفهوم العادات والتقاليد، نبذة عن هذا الموضوع شيخ محمد. بطبيعة الحال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العادات والتقاليد لها تعريفات في المعاجم اللغوية، وأيضا عرفوها من الناحية الاصطلاحية، وإن كان ليس هناك فرق كبير بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فالعادات لغويا قالوا هي عبارة عن أنماط وسلوكيات أو تصرفات يعتاد عليها الإنسان مرارا وتكرارا، فهذه تسمى عادات. عادات سواء كانت في سلوكياته هو أو في لقائه مع الناس أو في يعني في أعماله، في نومه وما شابه ذلك. هذه الأشياء التي تتكرر يسمونها في اللغة عادات اعتاد عليها الناس. التقاليد
هي عادات وعقائد وأعمال وحضارة الإنسان المتوارثة التي يرثها الخلف عن السلف. هذه التقاليد هي أشبه ما تكون بالقوانين المنظمة لحياة الناس في مجتمعاتهم. من الناحية الاصطلاحية ليس كما قلت ليس هناك فرق كبير. قالوا في العادات هي أعراف يتوارثها الأجيال لتصبح جزءا من عقيدتهم، وتستمر ما دامت تتعلق بالمعتقدات على أنها موروث ثقافي، فهي تعبير عن معتقد معين أو هي تعبير عن معتقد معين يعتقده هؤلاء الناس، سواء طبعا نحن ليس لنا شأن الآن هل هي اعتقادات صحيحة أو غير صحيحة، لكنها هي هذا التعبير الذي بها. أما التقاليد فهي مجموعة من قواعد السلوك التي تنتج عن اتفاق مجموعة من الناس وتستمد قوتها من المجتمع. هي أشبه كما قلنا قبل قليل، هي أشبه ما تكون بالقوانين التي تنظم حياة البشر بغض النظر هل هي مقبولة أو غير مقبولة. طبعا استطرادا لهذا الكلام، هناك بعض الفوائد من العادات والتقاليد. يعني بعض الناس قد يستقر في نفسه أن العادات والتقاليد غالبا يرسخ في نفسه أنها يعني فيها هدم للمبادئ الدين. لا، ليس كذلك. هو حسنها حسن وقبيحها قبيح. فلذلك العادات والتقاليد لها بعض الفوائد، منها ردم الفجوة ما بين الأجيال. الأجيال ترى الجيل القديم مع الجيل الجديد في وجود هذه العادات والتقاليد التي يشترك فيها القديم والجديد، يعني تجد أن الفجوة التي بين الآباء وبين الأبناء يعني إذا لم تردم تماما لكنها تقارب بين وجهات النظر، لأنهم جميعا يتقيدون بهذه العادات والتقاليد. أيضا فيها إيجاد للذكريات، الذكريات الجميلة. يعني اعتاد الناس وعندهم عادات وتقاليد قديمة، هذه تورث يعني ذكريات لأي شخص، يعني خاصة كبار السن، هذه بالنسبة لهم تعتبر إيش؟ ذكريات. وأيضا تستمد من العادات والتقاليد الهوية، هوية الإنسان. يعني بالذات هذه المسألة مسألة حساسة ومهمة جدا. لذلك الناس المتمسكين بعاداتهم وتقاليدهم، سواء كانت العادات المستمدة من الدين أو العادات المستمدة من المجتمع، فإن هذه تكسبهم الهوية، هويتهم وأصلهم. بينما الذين تركوا العادات والتقاليد تجدهم أن هويتهم ضاعت ولا تعرف لهم أصلا، فتجدهم بلا هوية وبلا انتماء. هذه بعض الفوائد وبهذه بعض التعريفات للعادات والتقاليد. جميل بيان جميل وواضح. إذن هذه التقاليد والعادات تكون مستمدة تارة من أعمال ما اتفق عليه القوم، وتارة قد تكون من الدين أيضا. نحن الآن يا شيخنا لو سألنا من هو قدوتنا في هذه الحياة ولمن نتبع، بما أنه أنت ذكرتم أن الناس يعني تتفق على عادات معينة فيقلد بعضهم بعضا جيل وراء جيل وراء جيل، فمن المستحق أن نجعله قدوة لنا وأن نأخذ منه العادات والتقاليد والسنن ونخرج من هذه الدنيا باقتفاء أثره بسلام؟ وهل كل ما يفعله القدوة يعتبر بالنسبة لنا تقليدا؟ حدثونا حول هذا. بطبيعة الحال أي إنسان يبحث عن الشخص الأكمل في الاقتفاء وفي الاقتداء وفي اتباع الأثر. ولا شك ولا ريب إذا بحثت في البشرية جمعاء أنك لن تجد أفضل من الأنبياء والمرسلين. على مر العصور كل أتباع الأنبياء والمرسلين يأخذون سلوكياتهم وتصرفاتهم من منبع أو من المشكاة التي زكيت من قبل الله جل وعلا. بطبيعة الحال نحن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، وهو الذي نتبعه في كل عاداتنا أو بصورة أوضح نربط عاداتنا وتقاليدنا
يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا نحن طالما ارتضينا أن نكون مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجب أن نجعل أمورنا كلها مرتبطة بقدوتنا الأول وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الأكمل في البشرية جمعاء الذي ينبغي أن يقتدي به الناس. لذلك الله جل جلاله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب، حتى بعض نقتدي الناس به. قد يقلد ممثل، وبعض الفتيات قد تقلد ممثلة، وبعضهم أيضا قد يقلد أباه، وباعتبار أن والده قدوة يعني أمامه هو الشخص الذي يراه أن كل ما يفعله صحيح وكل ما يفعله صواب، فبالتالي يقتدي به. وبعض الآباء ربما يأتي ببعض التقاليد والعادات الغير جيدة كشرب الدخان مثلا، وعدم الصلاة في المسجد مثلا، وهكذا. ماذا تقولون في هذا يا شيخ محمد؟ شوف يا شيخ برهان، المسألة دائما ترجع إلى النموذج الأكمل، حتى ولو كان الوالد أو أي شخص كان، هذا الشخص إن كان مستمد في أفعاله وتصرفاته من القدوة الأصل، فالاقتداء به الأصل المقصود به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نحن نقول الآن نريد أن نضع هذا التصرف الذي يتصرفه هذا الإنسان الذي نحن نريد أن نقتدي به أو أن نتبع أثره، نضعه في الميزان، في ميزان الشرع. فإن كانت أفعاله أفعال حسنة وجيدة لا بأس، لأن الإنسان خاصة وهو صغير قد لا يدرك أن القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يتبع أباه بحكم أنه هو النموذج الذي أمامه. ولكن حينما يبدأ في مرحلة الرشد لا بد أن يفرق بين الحسن والقبيح، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان عرف أن القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن نقول لا ينبغي للإنسان أن يتبع خاصة فيما يرد عليه الحلال والحرام إلا شخص واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام. جميل. الناس كلها يا شيخ محمد تقبل هذا الكلام نظريا تقبله، وإذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ويحترمونه ويحبونهم، نعم، ويحبونه عليه الصلاة والسلام. لكن في الأمر الواقع لا. فلو سألنا ما سبب إعجاب الناس بالممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات في حين أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، فهو جميل الخلقة عليه الصلاة والسلام وجميل الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وهو أولى أن يقتدى به. فلماذا الناس، هل هو تقصير من الشيوخ والعلماء في بيان أخلاقه صلى الله عليه وسلم وخلقته؟ يعني مثلا كثير من الشباب يحبون القوة والعنفوان والعضلات وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قوي البنية، وكان يصارعه الأعرابي كما لا يخفى على شريف علمكم، فصرعه 3 مرات. هذا الآن نموذج قوي. لماذا يعني الناس والشباب لا يتبعون هدي النبي؟ الجمال مثلا، كان جميل صلى الله عليه وسلم، يعني عينيه كحيلتين من غير كحل صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. لا أريد أن أخذ الميكروفون عنكم، لكن أريد أن أعرف ما سبب إعجاب الناس بالمغنيين والمغنيات، ومع الأسف الشديد. طبعا يا شيخ برهان هناك يعني أمر مهم جدا، وهو ما يسمى بالبهرج والزخرف، الدعاية والإعلان. أي نعم، هذا أمر. وأيضا هناك عقدة للأسف يعني غزت المسلمين في الآونة الأخيرة، عقدة تسمى عقدة الانبهار، عقدة الانبهار بالغير بدون تسمية أيا كان هذا الغير. حينما يرون هذا الزخرف وهذا البهرج الذي يرونه أمامهم، فتبدأ نفوسهم تميل إلى هذا، وهذا أيضا نابع من ضعف الإيمان. حينما يضعف الإيمان ويكون هناك عقدة الانبهار، تجدهم في صباحهم ومسائهم، في ملبسهم ومأكلهم، يتبعون هؤلاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثل هذا الكلام الذي سأذكره الآن من فراغ. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. التقليد الأعمى
تقليد بحت، وهذا أصله نابع من ضعف في الإيمان. لما ضعف الإيمان أصبح الشخص منا يتبع هؤلاء في أي شيء، في أي أمر كان، حتى لو أنه بل وردت في بعض روايات الحديث حتى لو أنه وجد في هؤلاء من يأتي أمه في قارعة الطريق لفعل من أمتي يعني من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هذا هو السبب. فهذه المصيبة التي حلت بالمسلمين. نعم. الآن طبعا أضف إلى ذلك أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من البيوت لا تعرف، ما يعرفون من هو محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تستغرب أنك حينما تسأل عن بعض المعلومات الطفيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اترك الناشئة، كبار السن في بعض الأحيان لا يعرفون، مما دل على أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته غائبة. مع أننا إذا أردنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون حياته حاضرة في أذهاننا حتى نقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. ولكن إذا سألت عن أبسط الأمور في حياته عليه الصلاة والسلام في أي مجال من المجالات إلا قليل من الناس لا يعرفون. طيب، فلذلك كيف سيقتدون به؟ علينا أن نتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إريتريا هي دولة من الدول الإسلامية، وفيها شعب مسلم بقبائله المختلفة وعاداته المتباينة. هذه العادات والتقاليد هل هي تناقض الإسلام برمتها أم هناك تفصيل في ذلك؟ من الجميل في الشعب الإريتري، من الأشياء الجميلة أن كثير من العادات التي اعتاد عليها هي إن لم تكن مطابقة للهدي النبوي فهي ليست بعيدة عنه. يا سلام. فيها من الأشياء الجميلة الكثير، وإن كان هناك بالمقابل أشياء يعني ليس لنا بها أي صلة، وإنما من خلال المماسة ومن خلال المجاورة أخذنا بعض هذه العادات والتقاليد واعتبرناها يعني من قبيل التعايش مع الناس. طيب شيخ محمد، أعطينا من التقاليد الغير جيدة وكيف نعالجها، لأن حقيقة في علاجها الناس تختلف إلى اختلاف، في من يعالجها بصراحة بعنف وبغير يعني حكمة، وفي من يعالجها بحكمة وروية والتعليم والهدى. نريد مثال ذلك، مثلا مثالين أو ثلاث في العادات السيئة التي تخالف الشرع وكيف نعالجها. طبعا أكثر ما يأتي في العادات والتقاليد يأتي في الزواج، في المناسبات الاجتماعية، يعني الزواج أو في الحزن، الموت. سنذكر مثال هنا ومثال هنا. تمام. على سبيل المثال في الزواج تجد يعني رغم التعاليم الإسلامية تجد أن بعض إخواننا يقيم زواجه على غير الهدي، قالوا من باب العادات والتقاليد. على سبيل المثال الرقص بالموسيقى والكوبرو وما شابه ذلك، زد عليه الاختلاط، رجال ونساء يرقصون مع بعضهم البعض، وربما والعياذ بالله يزيد عليه أنه ممكن يشربون بعض المشروبات التي لم يحلها الله جل وعلا. يا الله. غير يعني أن العريس والعروسة تجدهم في كوشة أمام الناس، والعروسة ربما متبرجة وما شابه ذلك. كل هذه الأمور تعتبر من العادات والتقاليد السيئة. هذه في مجال الأفراح. نأتي في مجال الأتراح. يموت الميت، تجد زوجته تصيح وتولول، بل تقول كلام والعياذ بالله يعني يدل على يعني ضعف شديد في الإيمان، وكأن الذي كان يرزقها ويعولها ويصونها هو هذا الرجل. تقول كلام لا ينبغي أن يقال، بل بعض النساء قد تشق يعني ملبسها وتنتف شعرها وما شابه ذلك. وإن كان عشان لا نظلم الناس، وإن كان يعني بدأ يخف هذا الأمر، إلا أنه البكاء بصوت يعني عالي وما شابه ذلك موجود. الأسوأ من ذلك أن النساء حينما يأتين للعزاء بدل من أن تصبر هذه المرأة تبكي معها، تبكي بكاء مريرا. اترك من هذا، ساعدها. مات الميت له سنة، تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها
تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. كل هذه من العادات وذلك السيئة. لمدة معينة، 10 دقائق ربع ساعة، ثم بعد ذلك يبدأون يشربون القهوة. نسأل الله العفو والعافية. الله يهدي الجميع. على كل حال، هذه طبعا هناك أيضا أشياء كثيرة مصاحبة لهذه الأمور، هي تعتبر من العادات. طيب جميل شيخ السيئة محمد، جزاك المخالفة. الله خيرا. كيف نعالج مثل هذه الأمور؟ بطبيعة الحال طبعا نحن أولا نقول العلاج الأساس هو العودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. نحن هذا منبعنا وليس لنا منبع غيره، هذا واحد. ثانيا، كل ولي أمر لا بد أن يركز مع أولاده ومع أهله في مثل هذه الأمور، يعلمهم باستمرار، بل يناصحهم، بل يعني يخبرهم أنه يتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، أنه إذا مات وحصل مثل هذا أنه بريء منهم. في الزواجات ينبغي أن يكون الرجل يعني رجل بمعنى الكلمة، فإن كان ضعيفا وصارت المرأة هي القوية، إذن فليعتزل. ما الفائدة؟ أنا أقول لأنه هي في مسؤوليته. يكون استمر الفساد يا شيخ محمد. نحن إذا هو نوجه، اعتزل وذهب استمر الفساد، والمرأة ما يهمها للأسف الله رحمه الله. نحن نوجه إلى هذا الأمر حتى يحزم الرجال أنفسهم ويحزمون أهلهم. لماذا نقول؟ لأنك أنت أيها الرجل في النهاية أنت الذي ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين يعني تتساهل معهم سيمسكون بتلابيبك يوم القيامة أنك أنت الذي يعني تساهلت معهم. كلما كان الرجل حازما كلما الأمور يعني مشت على الجادة. ولكن طبعا أنا اللي يؤسفني، أنا أقول حقيقة الأمر ليست مجرد عدم الحزم، بل هو عملية إيش؟ استسهال لهذا الأمر. يقول لك يا أخي نحن كلمناهم لكنهم ما يسمعون الكلام. وصدقني في بعض القضايا التي يعني حزم فيها لو رجع إلى نفسه سيجد أنه يستطيع أن يكبح جماح امرأته وأهله، ولكنهم يتساهلون لأنهم هم أيضا إيش؟ يعني موغلون في هذه الأمور. لذلك نحن نقول الرجل لا بد أن يكون هو الراعي في بيته، لأنه سيسأل عنهم يوم القيامة، فبالتالي هو الذي يستطيع أن يحزم في هذه المسائل. طيب رسالتك يا شيخ محمد للمرأة نفسها، أم العروسة؟ لا، نحن هي ليست مسلمة؟ لا، نحن نعتبر ما بعد الرجل كلهم فروع، ولكن أيضا ليس هناك ما يمنع أننا أيضا نحزم على المرأة ونخبرها أنك أنت أيتها المرأة ينبغي لك أن تتقي الله جل وعلا، وأن تكوني كما أمر الله جل وعلا، لأنه عدم الانصياع لأمر الله عز وجل هو يعتبر في ميزان سيئاتك. فبالتالي ينبغي أن تكوني عونا لزوجك في مثل هذه الأمور، وتتفقين معه على أن يكون هذا الأمر كما يحب الله ويرضاه. ونحن لذلك نحن قلنا لا بد أن يتعلم الناس مبادئ دينهم بالشكل الذي ينبغي أن يتعلموه، ولا بد أن يوعظوا وأن يذكروا، وأن هناك أيضا يعني آخرة، وأن هناك موت، وأن هناك قبر. كل هذه هي عوامل يعني قد تكون في مجملها يعني رادعة للمرأة ورادعة أيضا للأولاد والأبناء. جميل. على كل حال يعني إحنا شيخ محمد البرنامج مدته محدودة، وثمة كثير من العادات والتقاليد التي نحتاج نعرفها، هل هي موافقة لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو هي مخالفة. ولكن زمام هذا كله أنتم قلتم بأن العودة إلى ديننا الحنيف من الكتاب والسنة هو الذي يعني يربطنا، ولذلك هنا نؤكد على وجوب طلب العلم ومعرفة هذا. وهذا أيضا يتأكد على المشايخ والدعاة أن يبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح والأحزان، في كل الأزمنة والأمكنة. يجب علينا جميعا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل شيخ محمد الآن فيما يتعلق بسبب ذنوبنا ومعاصينا نحن معاشر الإريتريين. أجبرنا لترك بلادنا والسفر إلى بلاد كثيرة، ومن ضمنها بلاد الغرب في العموم يعني. وهناك يعني تزوج من تزوج منا وأنجب من أنجب منا، والناس تكاثرت وأصبح يعني أعداد كبيرة. فبطبيعة الحال الأبناء أخذوا موروث الغرب،
موروث الغرب فيه ما هو جيد وفي أكثره ما هو غير جيد. كيف نعالج هذه الموروثات السيئة التي أخذها بعض أبنائنا من الغرب؟ مثال ذلك يعني مصادقة الشاب للشابة الغربية وبناء علاقة محرمة معها، والعكس بالعكس، وكذلك لبس الفتاة يعني وهو خارج عن لبس العادات الإسلامية إن صح التعبير، أو عادات إريتريا. يعني إريتريا نساؤنا ولله الحمد تربينا على اللبس المحتشم، أمهاتنا المقنعة واللوية والجلباب، هذا اللي هم تعارفوا عليه وتعارفنا عليه. هناك في الغرب لا، تلبس الفتاة الإريترية ما شاءت أن تلبس إن لم يردعها الدين. كذلك الشاب اختلف وضعه يا شيخ محمد، فأصبح شعره مثل شعر المرأة ويسرح شعره كأنما هو فتاة في الحقيقة، وربما جعل أيضا على أذنه حلقة. أنا لا أريد أن أطيل في هذا المجال، يعني أنت مطلع أكثر مني، ومشاكل البيوت الأسرية في أوروبا مع الأسف كثيرة جدا، ناهيك عن شرب المخدرات والوقوع في المسكرات وما إلى ذلك. طبعا إلا من رحم الله. حقيقة الهدف هنا من هذا البرنامج ليس هو يعني تقليب المواجع لإخواننا المتواجدين في أوروبا، لا، ليس هو المقصد، وإنما المقصد إيجاد الحلول الناجعة، وكيف نتعاون مع إخواننا وأخواتنا المتواجدين في بلاد الغرب الذين جزاهم الله خيرا أسهموا حقيقة في التربية والتوجيه والإرشاد من خلال بناء المراكز الإسلامية. الميكروفون لديكم. على كل حال، على حسب اطلاعي الناس في الغرب بالذات ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول اهتم بأولاده وبتربيتهم بذل الغالي والنفيس، إلى درجة أنهم يدخلون أبنائهم في مدرسة داخلية لا يخرج منها الابن إلا في الإجازات فقط، فيها المجتمع الإسلامي الجميل. يا سلام. فكان ناتج هذا يعني مثمر جدا. هؤلاء شعروا بالمعاناة فارتضوا أن يكون بهذه الصورة. الفريق الثاني لم يفعل بهذا، كان عنده هم، حاول، اجتهد، ولكن لما بدأت الأمور تتعسر عليه ترك الأمر. فكان نتيجته يعني فلنقل 60 إلى 40%، يعني 60% أصبح فيهم فلتان وما شابه ذلك، و40% ربما يكونوا نجوا من هذه الأمور، على الأقل لم يضيعوا الضياع الذي نخاف منه. القسم الثالث وهو الذي نتحدث عنه هو القسم الأسوأ. هذا يعني بعض الآباء والأمهات لم يكترثوا، تركوا أولادهم تربيهم الشوارع، تربيهم المدارس، يربيهم المجتمع، فأصبحوا ممسوخين تماما، ليس لهم هوية تماما، لا يعرفون دينا يا الله ولا يعرفون لغة يا الله. ومظهرهم لا يدل لا على أنهم مسلمين ولا على أنهم إريتريين. يعني هؤلاء لو مثلا يعني راح هذا الجيل وهم تزوجوا ثم جاء الجيل الذي بعدهم سيقولون كان آباءنا مسلمين. نعم، وهذه المصيبة. نعوذ بالله. لذلك طبعا نحن الآن لن نتحدث نقول يعني ما هي أضرار ومساوئ الذهاب إلى بلاد الغرب، من وجد هناك وجد. نحن الآن نقول فلنتقي الله جل وعلا ولنحافظ على بقية الموروث الذي عندنا. أنا أقول إمكانية، لذلك من الأمور التي يعني نسيتها أن بعض الناس لما شعر بعظم المعاناة أخذ أولاده وذهب إلى بلد إسلامي، مصر، بل بعضهم إلى السودان وما شابه ذلك، بل بعضهم إلى إريتريا حتى يتربى أولاده على الدين. طبعا إريتريا أهون بكثير من الغرب. نعم بكثير، فرق كبير. فلذلك نحن نقول لهؤلاء طبعا سينتج من هذا، يعني لو افترضنا أنه الجميع رجع إلى إريتريا ستجد ثقافات متباينة ومختلفة، لغات وثقافات، منهم من يحمل الدين على أي شكل كان، ومنهم من لا يحمل الدين. طبعا نحن نتكلم حتى في النصارى،
حتى في النصارى عندهم عادات وتقاليد وأشياء، من ذهب من أولادهم هناك أيضا أصبح بمثل هذا الأمر. فبالتالي نحن نقول ينبغي أن يراعي الآباء والأمهات الوضع الذي وضعوا أنفسهم فيه، وينبغي لهم أن يعتنوا عناية فائقة بحيث أن يعني يستطيعون أن يجيبوا على الأسئلة التي ستطرح عليهم أمام الله جل وعلا في أولادهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالتالي لا بد أن يعملوا يعني كل جهدهم لترسيخ الهوية الإسلامية في أولادنا المسلمين. هذا ما سيقال، ما لا يوجد أكثر من ذلك يا شيخ برهان. بارك الله فيك شيخ محمد عبد الله. نعم، هو هذا ما في شك. احنا على كل حال نطرح هذا الموضوع مرارا وتكرارا من أجل أن نذكر يعني إخواننا المتواجدين في الغرب، حتى في إريتريا وفي دول، حتى في دول الخليج. يعني كل من لم يهتم بأبنائه فهو يعني معرض للمساءلة يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى سيسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الدنيا فانية ولا بد من الوقوف بين يدي الله. هناك قبر، هناك حساب، هناك لا يكون الإنسان غافل عن هذه الأمور، فيفاجأ إذا مات يسأل عن هؤلاء الناس. ثم تترك أنت من ذريتك من هو والعياذ بالله يرفع في يوم من الأيام السلاح ضد أخيه المسلم ويقول يعني هذا بلدي وأنا سوف أدافع عنه، فيصطف مع الكفار في محاربة المسلمين. وهذه مصيبة المصائب، وأنت ستسأل عن هذا يوم القيامة، لأنك أنت الذي أخذته إلى بلاد الكفار وما علمته الإسلام والدين ولا حتى المقدسات الإسلامية ولا مكة ولا المدينة، وتركته هكذا. يعني يقول كما يقول الغرب بأن الإسلام دين إرهابي ودين حرب ودين قتل، وبالتالي أخذ هذا الموروث. أو ربما يكون والعياذ بالله ملحد لا يعبد الله عز وجل ولا يعرف ربه ولا يعرف إلا فرجه وبطنه، فقط يعيش كما يعيش الكفار كالأنعام كما نص ذلك ربنا عز وجل. دعني أحدثك عن بعض الأمور التي جميل. قابلتني في الغرب. يعني سأذكر لك 3 نماذج. النموذج الأول شاب قابلته قال أريد أن أحدثك. هو طبعا لغته غربية لكنه فيه شوية تقرينيا يعني. فطبعا الشاب كان متأسف جدا ويبكي، يقول لي: يا شيخ محمد، هنا في هذا البلد ما بقي منكر مما تعرفوه مما لا تعرفوه إلا وارتكبناه. أعوذ بالله. حاولت طبعا أن أخذ يعني بتلابيب قلبه، يعني تستطيع أن تعود وكذا، لكن تشعر أنه وصل إلى درجة اليأس. هذا واحد. شاب آخر يعني قابلته في السعودية وهو جاي من بلاد الغرب. طبعا شاف أنه كل الناس محافظين، البنات لوحدهم والأولاد لوحدهم، فقال يعني أنا أبغى صاحبة. قلت له: صاحبة ليش؟ قال: نحن في هناك لازم عندنا صاحبة. قلت له: عندك أصحاب؟ لا. قال: أبغى بنات. فتدخلت إحدى النساء الكبيرات تكون جدة له، قالت له: يا ولدي، هذا أنت مسلم، والمسلم لا يفعل ذلك. الصاحبة تكون زوجتك، ما تكون صاحبتك تمشي معها كيفما تريد. النموذج الثالث يعني صار، شوف الآن هذا صار عنده عادي طبعا، يعني يسأل عن الصاحبة من غير أي حياء ولا لا أي هو يعتقد أنه شيء من شيء عادي جدا، شيء اعتيادي يعني. لماذا؟ لأنه تربى على هذا. نعم، هذه عادات صارت، وهذه أخذها من عادات الغرب. نعم. ونسي أنه مسلم، ونسي أن أباه أو أمه ما علموه للأسف. نعم. النموذج الثالث، كان عندنا تجمع، ففي التجمع هذا رأيت يعني 2 من الأولاد مضفرين شعرهم زي النساء، تقول هذه امرأة إريترية. الباسو. أيوة، الباسو أي حاجة زي كذا يعني. المهم 4 5 ما شاء الله. المهم قلت لي والدهم، قلت لهم ليش هذا؟ قال لي: لا، بعدين أعطيك الحكاية. فجلسنا سويا، فقال لي: قبل ما نأتي إلى التجمع هذا بليلة كانوا مضفرين شعرهم، فقلت لهم فكوه. فلما فكوه أصبحوا بمنظر يعني بشع جدا، فقلت لأمهم: ضفري لهم مرة أخرى.
فظفرت لهم، ولكنهم على موعد أنهم يقابلوك حتى يسألوك عن هذه المسألة. لأن احنا طبعا في بلاد الغرب، نحن في بلاد الإسلام، في السعودية وغيرها، نحن ممكن نجبر أولادنا على أن افعل كذا ولا تفعل كذا، لكن هناك لابد من عملية الحوار والغرب لا، ما تجبرهم، لو أجبرتهم يروح يشتكونك عند الشرطة، والشرطة تخنقك توديك السجن. فبالتالي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي لما قالوا لهم ذا، قال نحن نريد أن نسأل الشيخ محمد، فقابلوني. طبعا لابد أن تقنعهم بطريقة، فقلت لهم النساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص، تعترفون بهذا؟ قالوا نعم صح. قلت لهم من خصائص الرجال أنهم يعني لهم لبس معين، والنساء أيضا، ويعني أخذتهم هكذا وهكذا. ثم قلت لهم الآن عملية التظفير هذه هي من خصائص الرجال ولا من خصائص النساء؟ قالوا لا، هذه من خصائص النساء. قلت لهم إيش رأيكم؟ قالوا صح. ما قلت لهم المرأة إذا لبست فستان هل هي أي نعم، أنا طبعا من باب الإقناع قلت لهم هل أنت تستطيع أن تلبس الفستان حق أمك، تقدر تلبسه؟ قال لي لا، ما أستطيع ألبسه. قلت له أيضا هذه الآن ينطبق عليها نفس المسألة، هذه خصيصة من خصائص النساء، فلا تستطيع أن تظفر شعرك بالطريقة هذه. فقالوا خلاص شكرا. ثم لما عادوا إلى مدينتهم اتصل علي والدهم في اليوم الثاني، قال لي أبشرك، راحوا إلى الحلاق وحلقوا تماما صلعة أصلع. وهكذا هذه نماذج. نعم، هذا الحوار جميل كذا مع الناس. وهكذا مشاهدي الأكارم، يعني لا نيأس حقيقة من تربية أبنائنا ومناقشتهم وحوارهم، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم المناقشة، وخصوصا الشاب غالبا ما يكون قلبه طاهر وليس فيه كبر، فإذا نوقش بالحق وبالأدلة والحجج والبراهين يقبل. ولذلك التقصير هو منا معاشر الدعاة ومن الآباء والأمهات أيضا في 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 عدم بذل الجهد لتوجيه أبنائنا. نعم، توجيه أبنائنا وبناتنا. مجرد فقط الإنكار والتأديب هو خير، والله سبحانه وتعالى هو يهدي. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المعلومات التي طرحناها على فضيلة الشيخ محمد عبد الله. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. أترككم على خير إن شاء الله حتى أن نلتقي معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من